من بعد تصريحات قفشه بتاعت امبارح الواحد شم ريحه شياط قويه جدا جايه من الجزيره. والنبي يا جدعان حد يتصل بالمطافي، مش هنسيب الناس كده يعني. ليه بقى كل الحرقان دوت؟ عشان قفشه اتسال سؤال بسيط جدا، تفتكر مين هياخد الدوري السنه دي؟ قال ان في 4 فرق بتنافس على الدوري بشكل قوي جدا، اهلي وزمالك وبيراميدز وسيراميكا. والزمالك مع كل الظروف اللي هو فيها ومع ان الكل ضده ومع كل المشاكل هيفضل الزمالك وهيفضل ينافس ومرشح بقوه للفوز بالدوري. الراجل بيتكلم بمنتهى الحياديه. ما عجبش جمهور الاهلي بقى يا معلم، ومن امبارح شغالين بقى حرقان وهيجان واكلان والدنيا بايظه عندهم. اه والله زي ما بقول لك كده. ازاي قفشه يقول كده؟ بيقول الحقيقه، وهي مشكلتهم طول عمرهم في الحقيقه، ان حد يقول الحقيقه او حد يقول حاجه بما يرضي الله. عندهم مشكله في الحته دي. الراجل بيقول من وجهه نظره، شايف ان الزمالك بيتحارب والزمالك عنده مشاكل والزمالك الدنيا بايظه عنده، ومع ذلك اول دوري وبينافس على الدوري بمنتهى القوه. ده يزعلك في ايه يا مغيب؟